الحلقة الثالثة من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون نزلت النهاردة، وانا النهاردة عندي كلام كتير جدا اقوله عن الحلقة دي، بس طبعا تحذير بالحرق. لو انت لسه ما شفتش الحلقة الثالثة من المسلسل ما تتفرجش على الفيديو ده علشان انا بتكلم براحتي تماما. انا لاحظت اكتر من مرة ان الكاست بتاع المسلسل ده كتير منه قوي اطفال او شباب، وبصراحة دي حاجة ابتدى دمها يبقى تقيل شوية بالنسبة لي علشان بيدي طابع طفولي للمسلسل. اول حاجة حابب اتكلم عليها هي تهور ايجون في المسلسل ده علشان يثبت ان هو ملك قوي. حرفيا دي اكتر حاجة في المسلسل محمساني عشان حاطة جوايا امل ان ممكن يحصل حرب في الموسم ده. تاني حاجه انت شفتوا كريستيان كول وهو بيقول انا عايز فيجر يقعد هنا علشان ما يحصلش حرب. شفتوا قصه ايموند دي وقتها كانت عامله ازاي؟ الحوار ده ضحكني قوي وفي نفس الوقت باين تفاصيل الشخصيه بتاعت ايموند اكتر. حاجه كمان موضوع ان مساريا بقت في الجانب بتاع رانيرا ده بصراحه جامد قوي، وهيخلي فيه لقاءات كتير قوي هتحصل زي اللي حصل في اخر الحلقه بين رانيرا واليسن. موضوع العائله بتاعت سترونج وان هي اكتشفت ان لاريس هو اللي عمل الحريق ده جامد قوي، خلاهم متبرئين منه، وده هيخلي ان في واجهه كبيره هتحصل بين لاريس وعائلته، وهيبقى تطور كويس لشخصيه لاريس. وبالمناسبه انا لحد دلوقتي مش عارف ليه لاريس ملوش ظهور كبير في المسلسل. ظهوره في المسلسل بيضيف كتير عشان احنا حاسين بالقلق طول ما هو موجود، وفي نفس الوقت احنا مش فاهمين نواياه. بصراحه انا مش عارف ليه ظهوره بقى قليل قوي. حرفيا في الحلقه الاولانيه ظهر تقريبا دقيقتين، في الحلقه الثانيه ما ظهرش تماما، فاتمنى بصراحه ان دوره يكون اكبر من كده. حاجه كمان شفنا لما ديمون راح لعائله السترونجز لما الملك بتاعه ناداله وقال له الامير، فديمون اتعصب وقال له قول لي يور جريس. بصراحه ده غريب ومخلينا كده مش فاهمين النوايا بتاعه ديمون قوي. هل معنى كده ان هو عايز العرش وهياخده من رانيرا بس بيسيسها لحد ما يكسبوا الحرب وبعد كده هيحصل عداوه ما بينهم؟ الموسم الثاني بالنسبه لي بصراحه لحد دلوقتي هو ممل شويتين ثلاثه، بس السيناريو بتاعه حلو، بس تحس ان في مط كبيره قوي في المسلسل ده. في خط مش مهم ظهر معانا بس بيوضح قد ايه ان بيلون تارجيريون، للناس اللي قرت الروايه عارفين الحوار ده، ان بيلون تارجيريون عنده ابناء كتير جدا غير شرعيين. بيلون تارجيريون ده ابو فيزيريس وابو ديمون. شاف ايجون لايموند وطريقته عليه في الوضعيه اللي هو لقاه فيها برده هتعمل عداوه كبيره بين الاثنين. حاجه كمان التهيؤات اللي جت لديموند في الحلقه دي للرانيرا وهي صغيره وهي بتخيط الرقبه بتاعه الطفل اللي ديموند قتله. الجزء ده كان كويس جدا برده في الحلقه بصراحه. شخصيه هيلينا واكتشفنا ان هي شخصيه غريبه برده كان جزء حلو في الحلقه، ونفسي برده دورها يبقى اكبر في المسلسل عشان دورها جذاب بصوره كبيره. ونيجي بقى عند الحدث الرئيسي وافضل حدث في المسلسل بالنسبه لي، وهو اللقاء بتاع رينيرا واليسن. وفكره ان في سوء تفاهم حصل بين الاثنين بصراحه تحفه ومبني بطريقه خرافيه بحيث ان انت ما تقدرش تحدد انت مع مين فيهم. دي فاكره ان هي الصح ودي فاكره ان هي الصح. الحلقه الثالثه من المسلسل كان فيها احداث بس في نفس الوقت كانت ممله شويتين ثلاثه. تقييمي للحلقه الثالثه من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون هو 8 من 10، وبالنسبه لي دي تعتبر افضل حلقه في الثلاث حلقات اللي نزلوا. وفي الاخر يا ريت لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير في حلقات كتير جايه، وسلام.